ده هو تودو، شاب عبيط وكحيان وطلع متأخر من بيته بيجري زي الهبل في الشوارع علشان يلحق يومه الأول في كلية الحقوق. وبنعرف إنه جاي من الأرياف وبيته في طوكيو الكبرى ومش بيلحق يوصل على الميعاد وبيضيع مراسم الاحتفال بتاعة دخول الجامعة لأنه كان تايه زي العبيط. ودلوقتي وراه حاجة مهمة جدا وهي إنه يروح يوصل لكلية الحقوق وهو أصلا مش عارف مكانها فين. فبيشوف بنتين رايحين للكلية وبيضطر يمشي وراهم زي العبيط لدرجة إن الناس بيفتكروه متحرش ولا حاجة. وكل ده بس علشان مكسوف يسأل عن طريق الكلية، والبنتين بيدخلوا محل حلويات وبيخرجوا بسرعة لكنه للأسف مش بيلحق يمشي وراهم، فبيشتري آيس كريم وبيروح ياكل زي الحزين قدام المحل. لكنه بيلاقي حد قدام المحل بيخبط فيه بالغلط وبيعرف منه إن هو كمان في كلية الحقوق وكان ماشي ورا البنتين نفسهم علشان يعرف مكان الكلية. وطبعا تودو والشاب ده بيضحكوا على نفسهم، وبنعرف ان الشاب ده اسمه ميشو. وتودو وميشو يا معلم بيتصاحبوا لدرجة ان ميشو بيحكي له قصة حبيبته المجنونة وانه مش عارف يتعامل معاها. وبيتمشوا مع بعض لحد ما بيوصلوا للكلية، وهناك فجأة بتقف عربية مرسيدس من اللي مش بتطلع غير في الافلام يا صديقي، وبتنزل منها اجمل بنت في المدرسة. وكمان معاها بوكي ورد، وبتقرب من ميشو وبتفضل تلطشه بالورد ده وتقول له الف مبروك يا حبيبي وبتمشي. ايه شغل الجنان اللي على الصبح ده وليا؟ ومشوا بيقعد يلطم علشان منظره بقى عرف اول يوم كلية ليه، وخلاص كده حياة الجامعة انتهت. لكن تودو بيحاول يصلح الموقف اللي حصل ده، وبيمسك الورد وبيقعد يوزع على اي حد ماشي في الشارع، وبيدخل بعدها لقاعة المحاضرات مع ميشو. اما ميشو فبيعرفه جوه ان البنت دي تبقى حبيبته كيكو المجنونة اللي اهلها عايزين يجوزوه ليها بالغصب، وان اهلها ناس غنية جدا وبيساعدوا اهله ماديا، بس هو مش طايقها لانها متحكمة فيه زيادة عن اللزوم. وكمان لازقة في قفاه زي البرص ومش حاببها اصلا وهربان منها لكلية الحقوق هنا. واثناء ما ميشو شغال يصوت ويشد في شعره ويصح زي المجانين بتوع حارتكم كده يا صديقي، بيبص وراه بيلاقي ان كيكو طول الوقت ده قاعدة وسامعاه. ده الحمد لله يا صديقي ان دي مش حياتي اساسا. وطبعا مشو قلبه بيقع في كعب رجله لما بيشوف كيكو وبيسألها هي إيه اللي جابها هنا اساسا، لانها اصلا كانت مخططة هتروح تدرس اداب فرنسي وبعد سنين تكمل دراستها في باريس وتفتح محل ازياء. وكيكو بتعرفه انها هتلغي كل خططها لخاطر عيونه وده بس عشان تفضل معاه. ومشو اول ما بيسمع كده بيفضل يصوت زي توم وجيري وبيهرب بره الكليه، وكيكو بتجري وراه وبيتبقى تودو الغلبان اللي بيلم ورق مشو اللي وقع على الارض. بس بتيجي بنت اسمها نامي بتساعد تودو وبتعرفه بنفسها وبتتصاحب عليه كمان، وبتبقى من نوع البنات الاجتماعيه الملزقه اللي بتصاحب اي كائن حي. وتودو لما بيشوفها بيبقى مستغرب ازاي البنت الأزعة اللي كأنها في أولى إعدادي دي طالبة في كلية معانا. وبعد ما بيخلص اليوم الأول في الكلية تودو بيخرج من الباب بيلاقي هناك جماعة اتحاد الطلبة والنوادي قلبينها حنة شيماء حرفيا، وشغالين يغروا عيال سنة أولى العبط ويضحكوا عليهم علشان يدخلوا معاهم النوادي اللي ملهاش أي لازمة في الدنيا دي. وتودو بيحاول يهرب منهم بس بيخبط في بنته وبيشوفها أجمل بنت في حياته، والبنت اللي بتطلع طيبة وبتلاحظ إنه تعور وكمان بتعالج للجروح، وتعرفه بنفسها وإن اسمها ليندا ومن نادي الاحتفالات بس مش هتجيبه يشترك معاها. وبعدها بتسيبه وبتمشي زي العبيط واقف لوحده، وهو بيقع في الحب من أول نظرة حرفيا، وبيتفائل خير بالقعدة في طوكيو وبيحب المكان قوي. وبيمر حوالي اسبوع على دخول تودو للكليه، واثناء ما هو رايح المحاضرات بتاعته في امان الله بيلاقي كيكو واقفه قدام باب الكليه، وبتكون مستنيه كيكو ساعتها، وبتشوف تودو وبتجري عليه وبتفضل تتحايل على انه يرن على ميشو، وميشو بيبقى واقف وراه وبيشاور لتودو، وده كله علشان ما يقولش لكيكو على مكانه ويحاول يبعدها عنه. تودو بيحاول يشتت انتباه كيكو باي طريقه بس هي بتقفش وجود ميشو، وبتفضل تجري وراه زي سوكا المجنونه في الشارع. ومشو بيتعصب اصلا اول ما بيسمع كلمة كيكو، وبيتخانق مع تودو وبيقنعه انه وشه فقر بس بيعتذر له في الاخر، وبياخدوا معاه خروجه مع جماعة نادي الفيلم التابعة للكلية، ويا ريته ما راح هناك اصلا لانه بيوديه مكان زي مطعم كده وبيبقى في باب سري، وتودو بيتوه وبيفتح الباب ده لكنه بيتخطف من مجموعة بنات من نادي الشاي، وبيشربوا الشاي في النادي ده وكل انواع المنكر والعياذ بالله ما عدا الشاي، والاجواء هناك طالعة من الماسونية تقريبا، وبيخلوه يتعارك مع عيل غلبان اسمه ساتو، وبيتصارعوا مصارعة رومانية معاه واخر مهزلة يعني. وبيمسحوا بكرامة تودو البلاط لدرجة انه بيروح الجامعة وهو مش واعي لنفسه، وبيلاقي عيال اتحاد الطلبة والنوادي ملمومين حواليه تاني. بس بتيجي ليندا كتر خيرها وبتقول لهم هش منك ليه، يلا الراجل ده معانا في نادي الاحتفالات، وساعتها بيسيبوه في حاله. وعمنا تودو بيشكر ليندا جدا بس بتبص بتعابير وش غريبة كأنها ندمانة على حاجة هو مش بيلاحظ ده، بل انه بيبقى مركز مع كيكو اللي قاعده زي البوبي لوحدها، وليندا اما بتشوفه مركز معاها كده بتساله هل دي حبيبتك ولا ايه، وهو طبعا بيخاف وبينكر، ومع ذلك بيثبت التهمه على نفسه اما بيروح عند كيكو وبيحكي معاها كمان، وهي بتعترف لانها حاسه بالوحده بسبب ان مفيش ولا ندى عرض عليها انها تشترك معاهم، وهو بيبقى خايف يقول لها الحقيقه، وهي ان الناس هنا في الجامعه خايفين يقربوا منها لانها غنيه وفاكرين انها هتطلع رشاش وتفرغوا في اي حد يكلمها.
وفي الثانية دي بتيجي بنت من نادي العشوائيات بتاخد تودو وكيكو غصب عنهم وبتعزمهم على كافيه، وهناك بتشرح لهم كل حاجة عن النادي، لحد ما تودو وكيكو بيبقوا عاملين زي مخلل الليفت البيت. في النهاية بتقول لهم ان الرحلة تبع النادي بكرة ولازم يستعدوا، وبتسيبهم وبتمشي. وبالفعل تاني يوم تودو بيروح يقابل كيكو، وكمان هناك بيلاقي ساتو اللي اتعارك معاه في حفلة نادي الشاي وشوية عيال كده تانيين، وبيبقوا مستنيين رحلة نادي العشوائيات. وفجأة بتيجي عربيتين فخمين كده شكلهم غريب، بتطلع منهم البنت اللي عزمتهم امبارح في الكافيه، وبتدخل العيال بالعافية في العربية وبتخليهم يمضوا ويملوا معلوماتهم الشخصية وعناوين بيوتهم والرقم القومي بتاعهم في ورقة، وبتاخدها منهم. وبعدها بيفضلوا ماشيين بالعربية في وسط الغابة، والكل بيلاحظ انهم رايحين حتة مقطوعة، لحد ما بيوصلوا لقصر غريب في مكان مهجور ومفيش شبكة ولا إرسال. وكده كل أجراس الخطر بترن في دماغ تودو، وخصوصا بعد ما بيخلوا العيال دي يتفرجوا على فيلم 5 ساعات من الماسونية والحياة الأخرى، وكمان بيجي ناس بتديهم محاضرات عن الأرواح والعبادات الغريبة. وآخر اليوم بيتجمعوا في أوضة علشان ياكلوا، بس العيال بتوع الجامعة بيبقوا بيصرخوا وبيطلبوا إنهم يروحوا بيتهم، وإنهم مش عايزين يفضلوا في الجو ده، وإن اللي بيحصل ده أساسا عملية خطف وغير قانونية أساسا. وتودو بيبقى خايف وعايز ينقذ الناس وكيكو بأي طريقة، وبيفضل يعمل نفسه عمه الحنيوك ويزعق في العيال دي ويقول لهم إنهم أغبياء ومش بيقدروا العلم والروحانيات، وإنهم هيفضلوا هنا علشان يشربوا من بحر المعرفة، أما انتوا ما تستاهلوش النعمة بصحيح. وبيحكي لهم قصة حياته، وإن بعد امتحانات تالتة ثانوي وقع من فوق جسر ونزل على دماغه وفقد الذاكرة تماما ومش فاكر أي حاجة. وبيطلب من أصحاب المنظمة الغريبة دي إنهم يمشوا كل اللي مش عايز يشرب من بحر المعرفة الروحانية، ولسبب ما أصحاب المنظمة بيقتنعوا بكلامه وبيمشوا الناس كلها ما عدا تودو. بس الغبية كيكو بترجع مرة تانية وبتقرر إنها مش هتسيب تودو، وتودو بيبقى عايز يقوم يموت نفسه علشان هو أصلا ضحى بنفسه عشانهم، وهي رجعت تاني زي الغبية. والله العظيم انت ما بتفهمي حاجة وحمارة. المهم بعد ما تودو وكيكو بيمثلوا انهم مستمتعين بالقعدة مع المنظمة الماسونية دي، تودو بيطلب من واحد فيهم مفتاح الأوضة علشان يروح يحط الشنطة بتاعة كيكو، والشخص ده بيديهم المفتاح. بس البنت اللي جرجرتهم بتشك فيهم وبتجري ورا تودو وكيكو، بس تودو وكيكو بيحبسوها بره الأوضة بسرعة وبيسرقوا الورق اللي كانوا كاتبينه فيهم بياناتهم، وبيهربوا من الشباك وبيجروا في الغابة لحد ما بيضيعوا أثر للجماعة دي، وبيفضلوا يحكوا مع بعض ويتعرفوا على بعض في نص المصيبة بكل روقان. ده ولا كأنهم مخطوفين، لكن بيلاحظوا ان في كشافات نورت وجايه من بعيد، فبيهربوا بسرعة لحد ما بيلاقوا نفس الجماعة شغالة تعمل طقوس غريبة، وبكده يكونوا متحصرين وفقدوا الامل. لكن ليندا من نادي الاحتفالات بتظهر قدامهم فجأة، وليندا كتر الف خيرها بتنقذ كيكو وتودو من عملية الخطف دي، وفي المقابل تودو وكيكو بيروحوا يشتركوا معاها في النادي الاحتفالات. وتاني يوم تودو بيرجع الكلية، وهناك بيقابل ساتو وميشو ونامي وبيحكوا مع بعض كلهم، وتودو بيعرفهم حوار الخطف ده. وميشو بيقول انه اتصل على كيكو علشان يطمن عليها، بس كيكو بتيجي على السر اول ما بتشوف ميشو وقاعد جنب نامي بيجي لها جنون البار، وبتمسك نامي تمسح بيها البلاط وتعايرها انها قصيره ووزعه، وبتتريق على طبقتها الاجتماعيه حرفيا. يعني كيكو بتتحول لابليس فجاه، وميشو بيقول لها اخرسي وانت انسانه زباله كده، وبيبعد عنها نامي وبيمشي. وسبحان الله كيكو بترجع لوعيها وبتدرك انها بوظت الدنيا خالص، وتودو بيحاول يخليها تهدى، لكن كيكو بتمسك تودو وميشو وبتروح بيهم الكافيه، وهناك بتقعد تتناقش مع ميشو هي ليه الزوجة المثالية ليه، وما ينفعش تتجوز اي حد غيره حرفيا الا ومصيره الجحيم، وبتكون مخليه تودو قاعد شاهد ما بينهم كده، وتودو مش عايز حاجة غير انه يروح ينام في امان الله وخلاص على كده. بس ميشو اخيرا بيخرج عن صمته وبيشتم كيكو وشجرة العيلة كلها، وبيعرفها انه خلاص معجب بنامي، وانه هيتقدم لها رسم وشايف فيها انها الزوجة المستقبلية، وبيسيبها وبيمشي للمرة التانية. والكلام ده بيخلي كيكو تدخل في حالة جنان مرة تانية، وبتتمنى انها تموت بصوت عالي. وبتيجي بنت اسمها نانا شغالة مغنية روك في ديسكو، وبتديها تذكرة وتقول لها تعالي موتي عندنا. وبما ان كيكو فاقدة الامل في الحياة اصلا، بتشوف ان دي فرصة تطلع كل الغضب اللي جواها، وبتروح الديسكو زي العبيطة. وتودو بيروح معاها علشان ينقذها من حالة الجنون اللي هي فيها دي. بس كيكو بتدخل الديسكو وبتقطع هدومها وبتطلع على المسرح، وبتاخد الميكروفون مننا وبتصرخ بأعلى صوت وبتقول مشوا يا جدعان، ونانا بترميها على الأرض وتقول لها بعد عن مسرحي. وتودو بيمسك كيكو وبيوديها بيتها علشان هي خلاص اتجننت على الآخر. وبعد ما كيكو بتهدى، تودو بيستغل الفرصة وبيعترف لها ان حبها من اول نظرة، وكيكو بتتفاجئ من الاعتراف ده، بس في نفس الوقت بيخليها تخرج من جو الاكتئاب. وتاني يوم تودو بيروح لبيت اهله اللي ناسينه واللي ناسيهم اصلا، وبكل برود بيدخل اوضته وبيفضل يفتش في مذكراته على امل انه يلاقي حاجة قبل ما يفقد ذاكرته. بس بيتصدم وقتها يا صديقي لما بيشوف ان ليه صورة مع ليندا اساسا. وبيخرج تودو من البيت بتاع اهله وهو بيجري، وبيروح لعند الجسر اللي وقع منه وفقد الذاكرة، وبيفضل يعيط وبيبص على صورته مع ليندا علشان هو مش فاكر اي حاجة.
وبيرجع بعد كده لطوكيو، وهناك بيقابل كيكو في كافيه وبتديله مراية هدية كعربون على صداقتهم، وبيبقى معاها مراية زيها بالظبط. يا عيني عليك يا تودو، اتحطت في الفريند زون رسميا. وبتاخد خلاص تودو لصفها وبتلزق في لزقة الكلاب من بعد ما ميشو سابها. وعلى سيرة ميشو بنشوف تودو وهو رايح الكلية مع ميشو تاني يوم، وهناك بيشوف كيكو، وكيكو بتعمل نفسها عابطة ومش شايفة ميشو، وبتفضل تسبح وتمسي على تودو كأنها بتغني نهاية مهرجان ولا حاجة، وبتخلي ميشو من بعد ما كان راح يعتذر ليها لا ده بيحمد ربنا انه سابها اصلا. وكيكو بتعرف تودو انها قاعدة مع ليندا علشان يخلصوا جدول المحاضرات بتاعهم، وهنا تودو بيفضل مركز مع ليندا بقى من ساعة ما شاف الصورة اللي موجودة في بيته ده، حتى انه بيروح البيت وبيضرب كف على كفه وهيموت ويعرف ايه علاقة ليندا بيه، بس بيفتكر انه لما كان في المستشفى كان كل يوم لمدة شهرين يشوف نور من الشباك. ولما بيسأل الممرضة عنه، الممرضة بتفتكر انه اتجنن ولا حاجة وبتعمل تشخيص جنان وهو بيزهق منها، لكن بيستنى بعد ساعتين وبيلاقي نفسه النور ده تاني وبيشاور عليه من الشباك، فساعتها قرر انه يهرب بره المستشفى ويلحق النور ده، لكنه وقع واتكعبل مرة تانية وشكله كان عايز يخسر راسه كلها مش ذكرياته، بس الحمد لله بتيجي سليمة. وبيطلع ان النور ده كانت بنت ماسكة كشاف وبتمشي في الغابة كل يوم، والبنت دي هي ليندا. وده اللي بيخلي تودو يفكر هي ليه ليندا مش قايله على ماضيهم، وليه كمان عاملة نفسها من بينها ومش عارفة انه المريض اللي ظهر لها في المستشفى. ومن بعد ما بيزهق من كل ده بياخد بعضه وبيروح ينام علشان الصباح رباح بقى. وعلى ما تودو ينام يا صديقي تعالوا بينا نعرف ايه حكاية ليندا دي، وهي ان الاستاذ تودو كان معجب بليندا من ايام ثانوي، وكانوا اعز اصحاب لحد اخر يوم في ثانوية عامة. وساعتها ليندا عرفت تودو انها هتكمل دراستها في طوكيو، وهو قرر انه يعترف لها بالحب كمان، وكان عايز منها الرد لكنها قالت له هفكر. وساعتها كمان اتفقت مع انها تقابله عند الجسر، لكن في الاخر حصل اللي حصل وتودو فقد الذاكرة خالص. وتاني يوم الصبح تودو بيروح لنادي الاحتفالات علشان يتدرب، وهناك سبحان الله بيلاقي جزمة على مقاسه بالظبط، وطبعا الجزمة دي بتطلع بتاعة ليندا وهي اللي جايباها. وتودو بيشك في ليندا اكتر بعد الحركة دي، وبتبدأ هي كمان تتصرف تصرفات غريبة لدرجة ان كيكو بتلاحظ ده هي كمان وبتقول عليها لتودو. وبيكونوا قاعدين في الكافيتيريا بس بتيجي نامل عندهم وبتعزمهم على حفلة لنادي الفيلم، وكيكو طبعا اول ما بتشوفهم بتمسح بيهم البلاط، وده لانها في نظرها نامل دي خطفت رجالة وخربت بيوت اساسا. ونامي بتحلف لتودو ان نيتها صافية والله، وكانت عايزة تعزم كيكو علشان هي مزة، وتودو بيصدقها وبيخلي كيكو تحضر الحفلة فعلا. بس كيكو بتقرر انها تفعل مود نكد النسوان وتنكد الحفلة اول ما بتشوف ميشو هناك، وبتكسفه قدام الناس وتقول عليه راجل خرع، وانه خايف يعترف بالحب للبنت اللي بيحبها. وطبعا ميشو بيتقمص فبيقوم ماسك نامي في نص الحفلة ومعترف ليها بحبه، وانه عاوز يدخل البيت من بابه ويتقدم ليها، ونامي بتضحك وتقول له يا شيخ اتنيل، وطبعا ميشو بتجيله سكتة قلبية من الرفض. اما كيكو هي كمان فبيجيلها سكتة قلبية ان مش اعترف بالحب لحد غيرها اصلا، وتودو بيزهق منهم فبيرميهم لعند نادي الشاي، وده علشان يتمسح بيهم البلاط ويحصل فيهم زي ما حصل له بالظبط. وطبعا كيكو بتطلع من هناك سكرانة ومخبوطة 100 علقة على راسها، وبتفضل تتطوح في الشوارع وتجيب سيرة ميشو في الرايحة والجاية. وهنا بقى تودو بيتعصب منها وبيشتمها في نص الشارع، وبيعرفها انه مش عايز يبقى لا صديق ولا حبيب ولا عايز يشوف شكلها من تاني، لانها كل شويه تجيب سيره ميشو قدامه ومش مراعيه مشاعره ولا انه بيحبها، فبيقوم واقف لها تاكسي وبيمشي ويسيبها. وبيروح الكليه تاني يوم خصوصا تدريب نادي الاحتفالات، بس بيبقى لاوي بوزو، وليندا بتلاحظ ده وبتساله مالك يا عم تودو في ايه. وتودو بيتعصب عليها هي كمان لانها مش راضيه تقول له هي كانت ايه بالنسبه له من ايام الثانوي، ومخبيه انها كانت تعرفه اصلا، وشغاله تلعب به هي كمان وبيسيبها وبيجري. وليندا بتجري وراه بس تودو بيكون خلاص حبس نفسه جوه اوضه، وليندا بتفضل تعيط وتخبط عليه وتشرح له انها ما كانتش عايزه تخسره، وفجاه بتفضل تلوم نفسها على اللي حصل وتقول له انه لو كان اسرع في الوصول ما كانش زمانه حصل له حادثه ولا كان هيفقد الذاكره. وبنعرف من كده ان ليندا شايله ذنب ان تودو فقد الذاكره بسببها. وبتمشي من الكليه وهي بتعيط، وكيكو بتبقى واقفه قدام الكليه علشان مستنيه تودو، لكنها بتشوف ليندا وهي طالعه معيطه، وبتستغرب بعدها وبتشوف تودو وهو طالع، وطبعا تودو مش بيعبرها وبيجري زي المجنون في الشوارع، وده علشان هو مش طايق نفسه. وكيكو بتجري وراه وبتسرق عجله من عيل غلبان كده في الشارع علشان تجري وراه بيها. وتودو بيقف عند الجسر وبيفكر انه يمكن لو نط من فوق الجسر ده هترجع له ذكرياته من تاني، بس تودو الغبيه بتخبطه بالعجله علشان تمنعه من انه ينط، وبتمسك فيه بايدها واسنانها وتقول له انها بتحبه ومش عايزه تخسره ابدا. وفي وسط اللحظات الرومانسية دي بيجي الواد اللي كيكو سرقت منه العجلة وبيطلب لها الشرطة وبيوديها هي وتودو على الاسم، وبيجي الظابط يقول لها ان ابوها هيجي ياخدها ويخلص الموضوع بكفالة. وكيكو بتقعد جنب تودو وبتعيط وبتعرفه حقيقة انها مش بتحب ميشو خلاص، لكنها بس كانت زعلانة لان نامي دي بتاخد منها كل حاجة حلوة هي عايزاها في حياتها، فهي كانت حاسة بالغيرة مش اكتر. وتودو بيتفهم موقفها، بس ابوها بيوصل وبيعتذر للواد ابو عجلة وبيدفع له الفلوس وبيمسح بكرامة كيكو البلاط، وبيحلف انه هيعمل منها بطاطس محمرة في البيت، وبيبقى فاكر ان تودو اتورط بسببها فبيعتذر له هو كمان.
لكن كيكو بتصدم ابوها وتقول له لا ده مش انسان عادي، ده حبيبي يا بابا. وتودو بيروح بيته بعد اليوم المجنون ده وبيلاقي ليندا بترن عليه، فبيكنسل في وشها ومش بيبقى طايق سيرتها وبيروح الجامعه تاني يوم. وبيلاقي كيكو واقفه ليه زي المخبرين، وبتبدا بقى رحله تلزيق كيكو وتودو. لا ده كمان العبيطه بتعترف لان ابوها زعق فيها في البيت وقال لها انها تسيب الولد الغلبان ده، وطبعا بيكون قصده على تودو. الحب ما طلعش اعمى، بس ده طلع اعمى واطرش وكل الحاجات تقريبا. وبيروحوا للكليه وهم ماسكين ايد بعض وساتو وبيشوفهم كده وبيفضل يصوت زي المجانين، وهم بيعرفوهم انهم خلاص بيتوعدوا. اما ميشو فبيجي هو كمان صابغ شعره اشقر علشان يعمل موف اون من بعد ما نامي رفضت اعترافه بالحب قدام الناس كلها. ونامي بتيجي على السيره، وميشو اول ما بيشوفها بيجري من الكثفه زي العبيط، وتودو تليفونه بيرن وبتطلع ليندا وهو كمان بيجري ويهرب بسرعه زي العبيط. وبيحاول يتجنب ليندا طول الايام اللي فاتت دي لحد ما في يوم بيبقى رايح مع كيكو الجامعه عادي وحد بيرن عليه وبيقول له الحق الشقه بتاعتك غرقت ميه، وهو بيسيب كيكو وبيجري على بيته. وهناك بيقابل نانا مغنيه الروك وبيعترف ان الموضوع كدب وشقته مش غرقانه ولا حاجه، بس هي اتصلت بيه علشان يقابل ليندا لانه بيتجنبها. وتودو بيضطر يدخل ليندا بيته وبيبدا يعيط زي العيال الصغيرين، وليندا بتخاف جدا. وهو بيشرح لها انه كان بيتجنبها طول الفتره اللي فاتت علشان خايف ومش عارف مش طايقها ليه، وهي بتتفهم ده وبتحكي له الحوار وازاي هما كانوا اصحاب من زمان. وبيرجعوا من بعدها سمنه على العسل من بعد اللي حصل ده. وبتيجي كيكو لغتها تقطع اللحظه السعاده اما بتتصل على تودو وتقول له الحق ده ميشو ومش ظاهره بقالها كام يوم ومش بترد على حد. ومن بعد مكالمه كيكو دي تودو بيروح تاني يوم لعند بيت ميشو، وهناك بيلاقي ميشو واقفه قدام الباب وفي بنت غلسه واقفه قدامها وعايزه تدخل البيت بالعافيه وخلاص، وهي مش بتكون طايقاها وعايزه تمشيها. وهنا تودو بيقرر يتدخل ويعمل نفسه عيل فافي قدامها، والبنت بتفهم غلط وبتفتكر ان تودو وميشو عيال لا مؤاخذه وبتقول لهم يا وبتجري وبتسيبهم فعلا. ده ابليس نفسه يستحي يسوي اللي انتوا عملتوه ده يا جدعان. وتودو بيمسك ميشو وبيقول له مالك يا صاحبي مختفي ليه، وبيدخل بيته وبيلاقي انه عايش في مكب زباله حرفيا. وميشو بيشرح له انه اتفضح في الجامعه كلها بانه اعترف لنامي، ونامي رفضته وبقى شكله عره جدا. ونامي كانت بتعامله عادي قدام الناس، فراح خلاها تيجي على جنبه وقال لها يا ريت ما نكملش مع بعض تاني للابد، وفضل يعيط وجرى قدام الجامعه كلها، ومن ساعتها مش عايز يسيب بيته تاني. وتودو مش بيرضى يسيبه في الحاله دي طبعا، فبيتصل بساتو وبيقرر انه يعمل حفله استعاره ميشو وبيروح يتجمع معاه في المدينه، طبعا قصد مدينه الملاهي، وعلشان يجيب نامي كمان ويصلحوا الوضع. لكن كيكو اللازقه بتروح معاهم ورجلها فوق رجلين تودو، وبيبقوا هما الاربعه موجودين ما عدا اهم واحده وهي نامي. وتودو بيروح بره الملاهي يرن على نامي ومعاه كيكو طبعا. ونامي بتيجي بعدها بشويه وبتسلم عليهم هما الاتنين وبتديهم كيسين اندومي هديه كده منها ليهم. وكيكو من كتر ما هي متغاظه من نامي بتمسك كيس الاندومي ترشقه في وشها لحد ما كانت هتموتها، وتودو يا دوبك بيلحقها قبل ما ترتكب جريمه. وبيعدي اليوم في الملاهي على شر مش على خير خالص، وبيتجمعوا في نهايه اليوم في بيت تودو وبيسهروا ويخربوا الدنيا مع بعض بقى، وبيتفقوا انهم يبقوا اعز اصحابه بيقفوا جنب بعض دايما. وفي نص الحفله تودو بيصحى يلاقي الكل نايم، فبيبعت رساله ليندا علشان يكلمها في السر قبل ما كيكو تصحى وتعمل من الحبه قبه. بس ليندا اصلا طلعت بايته في بيت نانا واللي بتكون جارته اصلا، وبيطلع يكلمها من البلكونه ويحكوا مع بعض عن ماضيهم. وليندا بتعرفه انه كان بيكراش عليها زمان، بس وقتها هي رفضته اصلا. بس فجاه تودو بيتجنن وبيقول لها تعالى نروح المكان اللي وقعت فيه وفقدت الذاكره يمكن ترجع لي تاني. بس هي بتقول له روح نام دلوقتي يا عم، انت شكلك دماغك تعبت تاني ولا ايه. وتودو تقريبا مؤدب وبيسمع الكلام وبيروح ينام فعلا. وتاني يوم بيروح الكليه مش بيلاقي كيكو، لكن بيلاقي نامي اللي بتعرفه ان كيكو تعبانه جدا وجالها دور برد مش هتقدر تيجي الكليه. وبالفعل تودو بيتصل بكيكو علشان يطمن عليها، وكيكو بتاخد دور برد معتبر بيراقدها في السرير اسبوع كده. وخلال الاسبوع ده تودو بيعيط بدل الدموع دم عليها، وكيكو اخيرا بترجع الكليه وتودو بيفرح بيها جدا. وبيروحوا مع بعض تدريب نادي الاحتفالات. بس في كل مره ليندا كانت بتقرب من تودو او تحكي معاه فجاه كيكو وشها بيقلب وبتحزن وبتفضل لاويه بوزها طول اليوم، لحد ما تودو بيسالها مالك وهي بتعيط زي العيال الصغيره، وبتساله اذا كان بيحبها فعلا ولا لا. وهو بيحلف لها انه بيحبها عادي، بس الحاجه كيكو بتنكد عليه وخلاص. وبنشوف فلاش باك لتودو وليندا قبل ما يفقد الذاكره، وبنعرف ان تودو كان على طول بيروح عند اخو ليندا اللي شغال مدرب وعنده خطيبه وهيتجوزها بعد شهر. لكن ليندا بتروح تصارح تودو انها اكتشفت ان خطيبه اخوها بتخونه وانها عايزه تفضحها قدام العيلتين اصلا. وبتروح مع تودو تراقب خطيبه اخوها دي وبتصورها متلبسه مع راجل تاني غير اخوها، وقبل ما تفضحها في ثانيه بتقرر انها تلغي الخطه. وعلشان ما تكسرش قلب اخوها بتروح تكلم خطيبته وش لوش، وبتعمل نفسها بتفطر سندوتش جبنه على الصبح كده علشان تخلي خطيبته ما تخونوش تاني على اساس ان ده حل وكده. وتودو بيعمل نفسه جيركين مان وبيقول لليندا انه هيفضل معاها مهما كان. بس شوف يا اخي سخريه القدر، تودو اصلا فقد الذاكره ومش فاكر هي مين ليندا دي اساسا.
اه والله. ازيك يا اشرف، عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. وبنرجع للحاضر، وليندا بتقابل تودو في الكلية وبتسأله امال فين الموز ده بتاعتك، وهو بيعرفها ان كيكو تعبانة فمش جاية النهاردة. وليندا بتنسى نفسها وبيتكلموا عن مشاكلها مع اخوها، وتودو بيتصدم وبيقول لها ايه ده، هو انت عندك اخ اصلا؟ وليندا بتدرك ان كده كده الدنيا خربانة، فبتقول له فكك، وبتعمل نفسها الحمامة الصالحة، وبتقول لتودو خلي بالك من كيكو وحطها في عينك. وتودو بيطنشها وبيكمل يومه عادي لحد ما بيجي الليل، واثناء ما هو نايم في امان الله فجأة بيقع من السرير وبترجع له ذكرياته بالكامل. وبيتخض جدا وقتها ومش بيبقى عارف هو مين ولا جاي منين، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتبقى شاغلة باله هي ليندا. وبيكون عاوز يجري زي المجنون يدور عليها، بس هو متخلف وبيقع على الأرض تاني وبيرجع يفقد الذاكرة زي العبيط. وبيستهدى بالله وبيرجع ينام تاني، بس برضه ليندا لسبب انها بتبقى شغله تفكيره، والصبح بيروح يتطوح بره بيته وبيبقى نازل الكليه، بس بيقع قدام بيت نانا فبيصعب عليها وتوديه المستشفى، وبيطلع ان دقنه مكسوره وعنده برد وبترجعه للبيت تاني. وهناك بيلاقي ليندا جت علشانه من بعد ما نانا بتبعت ليها رساله انه راح المستشفى، وبتبدا بقى شغل الانميات اللي متعودين عليها. وليندا بتفضل تاكله وتشرب تودو بنفسها، لا يا عيني ده عنده حته نزله برد برضه الا، وفجاه كيكو بتدخل عليهم البيت وهي ماسكه بوكيه ورد، وبتفضل تهزق في تودو وتقول له طلقني يا خاني يا حقيرة اللي بتجيب حريم تاني لبيتك. وبعد ما بتقطع الخلف لليندا وتودو بتقول لهم معلش بهزر معاكم. وبعد الدراما دي بيجي ميشو وساتو وهما الاتنين معاهم بوكيه ورد، وبيفضلوا يهزقوا تودو ويقولوا له ليه يا خاين طلقني، ايه يا رجاله ده هو في ايه النهارده؟ والاربعه بيبقوا قاعدين حوالين تودو العيان وبيفضلوا يصرخوا ويحكوا، ولا مراعيين الراجل اللي دماغه مفتوحه ده ودقنه مكسوره، وكمان حالته تصعب على الكافر، وهو اصلا بينام منهم وبيصحى نص الليل كده ومش بيلاقي غير كيكو بس هي اللي جنبه. وكيكو وقتها بتعتذر له وبتقول له ان ليندا اولى بيه منها. وتودو بيبلع ريقه بالعافيه بعد الجمله دي علشان تقريبا هو عايز كده برضه، وما هو محدش عاقل هيحب كيكو اللي تجيب صداع دي. بس تودو بيهدي اعصابه وبيعرف كيكو انه بيحبها وناوي ياخدها في رحله رومانسيه للشاطئ وبيحضنها بعدها. وبعد كام يوم عمنا تودو ربنا بينتعه بالسلامه وبيخف وبيرجع للكليه من تاني مع كيكو، وبيقابل نادي الاحتفالات واللي رئيسهم كوشي، وبيعرف الكل انه خلاص مهرجانهم السنوي يقرب ولازم يستعدوا علشان يرقصوا رقصه العو. وليندا بتفضل تهزر معاه طول الوقت، وتودو اصلا بيبقى دمه محروق وغيران. طب يا اخي ركز مع الموزه اللي جنبك الاول. وبعد ما كوشو بيشرح كل التفاصيل وبيمشي، تودو بيجري وراه ويقول له انه عايز نصيحته علشان عايز يروح رحله للشاطئ، بس هو جديد هنا في طوكيو فما يعرفش اي حته ولا بيطرح اصلا الشاطئ منين ولا الفندق ولا الجو ده كله، لانه اصلا جاي من الريف. وكوشو بيفضل يغلس عليه هو وشلته علشان عارفين انه طالع ديت مع كيكو، بس الاول لازم يلاقي شغل علشان يعرف يجيب المصاريف بتاعه الرحله دي. وتودو بعدين بيروح يقول لكيكو على حوار انه بيدور على شغل، وكيكو البقره بترفض وبتصرخ وتقول له اوعى تشتغل ابدا كده الشغل هياخدك مني، وانا عاوز افضل لازق فيك على طول، وانا لو عليا اصلا احبسك في النيش جنب طعم الفناجين الصيني. وبتقترح عليه ان هي اللي تدفع تمن الرحله كلها، وهو بيشخط فيها ويقول لها معاش ولا كان اللي تودو يصرف عليه فلوس يا وليه. وكيكو بتفضل تقاوح، واثناء ما هي بتمارس مرضها النفسي على تودو بتيجي نامي تصبح عليهم، وتودو بيقول لها على حوار الشغل ده. ونامي بنت جدعه وبتقول له تودو يجي يشتغل معاها في الكافيه اللي شغاله فيه، بس كيكو بترفض رفض تام علشان خايفه نامي تاخد منها تودو، وده طبعا زي ما عملت مع ميشو. وبالليل عمنا تودو بيخبط على بيت نانا وبيرجع لها مصاريف المستشفى والتاكسي اللي دفعته ليها لما كان عيان، وبيفتح معاه حوار الشغل ده. ونانا بتبص ليه بخباثه وبتقول له انا عندي ليك وظيفه بس بشرط تخلي ميشو يجي معاك. وبالفعل تودو بيقول لي ميشو على حوار الوظيفه ده، وطبعا ميشو ما بيصدق يلاقي مصدر دخل اصلا، ونانا بتاخد الشابين للديسكو اللي شغاله فيه، وبيطلع انها رايحه تشغلهم جرسونات في الديسكو، والمفروض انهم النهارده كمان عندهم في الديسكو حفله عيد ميلاد مدام شوشو، واللي بتكون صاحبة مدير الديسكو اللي بيحكم على تودو انه يلبس لبس النادلة، بينما ميشو يقعد بالمايو حرفيا وبيبقى منظره معر على الاخر. واثناء ما هم شغالين في الديسكو تودو بيتصدم بوجود ليندا هي كمان هناك، وانها شغاله برضه، وبيفضل يضحكوا على منظر بعض هما الاتنين. اما تودو فمش واخد باله من كيكو اللي شغاله ترن على تليفونه وهو مش بيرد، وقربت تقطع شرايينها من القلق عليه. لا ده احنا كمان بنعرف انها سرقت من بيته الصوره اللي فيها هو وليندا مع بعض من ايام ثانوي. وكيكو خلاص قربت تتجنن وبتروح لعند بيت تودو، وبتفضل ترن الجرس ومحدش بيرد، فبتروح لنانا وبترن الجرس محدش بيرد برضه، وبتفضل زي المجنونه تدور عليه في الشارع وهو قاعد خاربها في الديسكو. وبتيجي واحده من الاغنياء اللي بتطلب من تودو انه يتصور مع ليندا، وبشرط انهم يحضنوا بعض، وليندا وتودو بيعملوا كده فعلا، بس حظهم الاسود بتيجي كيكو في نفس الثانيه دي وبتشوفهم متلبسين، وبتاخد كوبايه العصير من واحده وبتكبها على تودو وبتلطشه بالقلم، وليندا بتحاول تفهمها ان ده ما حصلش حاجه مجرد صوره يعني. بينما تودو بياخدها لغرفه تغيير الملابس وبيفهمها ان وراه شغل دلوقتي، وبيوديها مفتاح بيته وبيطلب منها انها تستناه هناك، وهي بتسمع الكلام وبتسيبه وبتمشي، وهو بيكمل الشغل لحد ما عيد الميلاد ده بيخلص وبياخد الفلوس وبيجري على بيته، وفي الشارع بيطلع تليفونه يدي رنة لكيكو،
لكنه بيتصدم من كمية الرسائل والمكالمات الفائتة، فبيروح بسرعة الفرار البيت، وهناك بيلاقي كيكو على الأرض بتعيط، وأول ما بتشوفه وبتعتذر لأنها لطشته بالقلم. وهو بينزل على الأرض وبيفضل يعيط ويفهمها إن ما كانش بيخونها ولا حاجة، ده كان بيحاول يشتغل ويجمع فلوس علشان السفرية بتاعتهم للشاطئ. بس الكلام ده مش بيدخل دماغ كيكو، وبتفضل تزعق فيه وتوري صورته مع ليندا وبتطلب منه تفسير ليها، وهو بيعترف لها بالحقيقة إنه كان بيحب ليندا قبل ما يفقد ذاكرته، وإنه لحد دلوقتي عنده مشاعر اتجاهها، وفي صراع بين جزء منه بيحب ليندا وجزء منه بيحب كيكو حاليا. وكيكو بتفضل تشتمه وتقول له يا ريتك ما قلت لي يا عم. يا ست هو انت مش عاجبك العجب ولا صيام رجب؟ جاتك القرف يا شيخه. بس تودو بيعرف يصالح كيكو اخيرا، وتاني يوم بيطلب من ليندا انها تقابله ويقعدوا مع بعض قدام النهر، وبيطلع صورته معاها، وبيتأكد منها ان قبل ما يفقد الذاكرة هو كان بيحبها حب من طرف واحد وهي مش بتحبه، بس هي بتصحح ليه المعلومة، وبتعرفه انها كانت بتحبه بس زي اخوها عادي، وهو بيطمن وبيقف وبيقول لها انها يا ريت تخلوا علاقتهم سطحية وينسى تودو القديم ده خالص، وبيبقوا مجرد زمايل جامعة عاديين، ويا ريت حتى ما تقربش منه خالص علشان كيكو مش طايقاها اصلا، وهو عايز يراها حبيبته. وليندا بتتفهم ده وبتمسك صورتهم مع بعض بتقطعها، بس بتبقى حزينة من جواها. وبتمر الايام وبيجي رقصة العو يا معلم، والجماعة بيبقوا جاهزين، بس ليندا بتيجي لعند تودو وبتعرفه ان حبيبته بتموت هناك، وهو بيجري علشان يشوف كيكو مالها، فبيلاقيها قربت يغمى عليها من التوتر والخوف، وليندا بتحاول تهدي اعصابها وبتديها صباع رش علشان تتمكش، بس هي من التوتر بتحشر صباع الرش ده في مناخيرها، وبيروحوا يعملوا لها زار حرفيا علشان تقدر تتحمس وتقوم ترقص الرقصة، وبالفعل كلهم بيعملوا اداء عرة ورقصة لو حد شافه هيغمى عليه من القرف. بس اليوم بيعدي على خير وخلاص. كوشو رئيس النادي بيعرف الكل ان في العاب نارية هتطرقع عند النهر، وتودو بياخد ليندا لهناك علشان تتفرج على الالعاب النارية. بس بنشوف حاجة غريبة جدا، الا وهي ان تودو ليه شبح قريب ماشي وراه دايما، والشبح ده بيبقى معاه كل ذكريات تودو القديمة، وعايز يتجوز ليندا ومش راضي عن ان تودو الحالي بيحب كيكو، علشان كده شبح تودو بيقرر انه يخلي حياة تودو جحيم، وبيبوظ عليه كل مخططاته مع ليندا حرفيا علشان يعكنن عليه حياته. وفي يوم بنشوف تودو وهو قاعد زي الكلب في الاجازه وزعلان ان كل حاجه متطربقه فوق دماغه، بس بيعرف ان كيكو جايه تزوره دلوقتي، وبيقف قدام الاسانسير علشان يفاجئها، لكن بيطلع ان نانا هي اللي راكبه الاسانسير، واول ما بتشوفه بتديله بالبوكس بتكسر له مناخيره تاني. وكيكو بتطلع على السلم علشان تعمل له مفاجاه، وبتعرفه انها جايه البيت مخصوص تعمل له مكرونه بشاميل، وبتغمي عينه وبتخليه يبص لبعيد على ما هي تحضر المكرونه، وده علشان تفاجئه، بس من حظه الاسود ان البتاع اللي على عينه بتنزل، وتودو وبيشوف في المرايه انها جايبه مكرونه بشاميل من البيت اصلا وهي جايه، وانها اصلا مش بتعرف تطبخ. وكيكو بتعرف انه شايف طول الوقت ده وبتتصرف زي الاراجوز قدامه من كتر الاحراج، ويعني الحمد لله انها مش حياتي اصلا. وبيطفحوا هما الاتنين المكرونه وبيقرروا ينزلوا يتمشوا شويه، وكيكو بتقول لتودو انها عايزه تسافر معاه لبرشلونه في شهر العسل، وتودو اصلا قرب يتشل من كيكو لانها غنيه وهو عيل كحيان ومش معاه حق انه يركب تاكسي اساسا يروح بيه بيته، وبيخاف من ان كيكو هيجي يوم وتسيبه وتتجوز واحد غني، وافكاره دي بتسيطر عليه بسبب الشبح. وتاني يوم تودو بيبقى قاعد في امان الله، وساتو بيرن عليه وبيعزمه على خروجه معاه، وبيقترح انهم يعزموا ميشو كمان، وساتو بيفهم ان ميشو اصلا مختفي بقالها كام يوم، وشاكين في انه قاعد بيحب في واحده ومخليه ما يكلمش حد، وفي نفس الثانيه دي كيكو بتكون جات وبتفضل تصنط على تودو وبتسمع سيرة الحب وكلام من ده، فبتتجنن وبتحاول تفتح الباب بسرعة، وتودو بيلاحظ وجودها وبيسألها ايه الهبل اللي هي بتعمله ده، وهي بتضحك وبتقول له انا كنت عاوزة اعمل لك مفاجأة، وبتبدأ بقى افتح ايه وسين وجيم مع تودو وبتكلم مين ومعرفش ايه، وتودو بيريح دماغه وبيديها التليفون، وبتعرف ان ساتو اللي كان بيكلمه، ولما بتفهم حوار ميشو بتحط خطة مراقبة لعند بيت نامي علشان تقفش ميشو متلبس وهو خارج في ديت معاها، وبتلبس لبس المحققين وبتروح تراقب البيت، بينما تودو وساتو قاعدين بيفكروا في انهم يطنشوها ويروحوا يجيبوا كوبايتين ايس كريم علشان الجو حر، لكن نامي بتظهر قدامهم وبتسلم عليهم، وبتروح تسلم على كيكو كمان، وكيكو اما بتشوفها بتقطع الخلف وبتسألها هي هنا بتعمل ايه، وانها اكيد بتوعد ميشو، ونامي بتحلف لها انها اخر مرة شافت فيها ميشو كانت في امتحانات الجامعة اساسا، وبتعزم كيكو وتودو وساتو عندها في البيت، واول ما بيدخلوا بيتها بيتصدموا ان البيت حرفيا مهجور ومفيهوش مكان فيه عفش اساسا، بس نامي بتشرح لهم ان ابوها وامها مشيوا علشان شغلهم وهي هتقعد هنا لوحدها في طوكيو اصلا، وساتو بيقترح عليهم انهم يروحوا رحله للشاطئ وهم الاربعه بالعربيه بتاعته، وكلهم بيوافقوا وبينزلوا يتمشوا يروحوا اي مطعم، لكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا في الطريق ميشو وليندا وهم ماشيين مع بعض ورايحين لديت في مطعم، ودي بتكون الحبكه الدراميه اللي ما كانش حد متوقعها تماما. وفي اليوم اللي بعده تودو وكيكو بيقابلوا بعض في القطر علشان يستعدوا لرحلة الشاطئ، ولكن تودو بيعرفها ان ميشو كمان جاي معاهم، وكيكو بتقوله انها حزينة من ساعة ما شافته مع ليندا علشان ده هيجرح مشاعر نامي جدا. بعدها الاتنين بيفضلوا مستنيين سوتا يجي بعربيته، بس بيتأخر عليهم وبيركبوا العربية وبيفضلوا يرنوا على نامي حوالي نص ساعة كده، وفي الاخر مش بترد عليهم، وحاجة اخر نكد وبتطلع انها كانت واقفة في مكان مفيش فيه شبكة اصلا،
وبيروحوا يستنوا ميشو هو كمان بيتأخر عليهم وحاجة آخر زهق، ده غير الزحمة اللي بالساعات في الطريق. وطبعا كل ده بسبب الشبح بتاع تودو اللي حلف يمسح بيه البلاط أصلا. واما اخيرا الشله بيوصلوا للبحر الدنيا بتمطر والجو بيبوظ خالص والنكد بيكمل، لكن تودو الحقيقي بيقرر انه لا لازم يستمتع باي طريقه، وبيديها واحده ملطه وبيروح يجري تحت المطر في الشارع وبيخلي الكل يعمل زيه ويستمتعوا بوقتهم. ونامي وقتها بتصورهم وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا ويتغدوا مع بعض، بعدها الشمس بتطلع وبيروحوا يعوموا في البحر زي ما كانوا عاوزين وبيقضوا وقت ممتع جدا. ولما بيجي وقت المروحه الاستاذ ساتو بيبقى هيموت من التعب ومش قادر يسوق العربيه بربع جنيه، فكيكو بتقترح عليهم انها هي اللي تسوق وهي اصلا كده كده معاها رخصه سواقه والكل بيوافق وقتها. وكيكو بتسوق العربيه واثناء ما الكل نايم ما عدا تودو واللي بيفضل يحكي معاها علشان يخليها تصحصح، بس للاسف النوم بيغلبه وهي كمان بتنام زي القاتله، وكل ده بيحصل وهي سايقه العربيه يخرب بيت امك. وفي اللحظه دي شبح تودو بيفضل يلطم لانه ما كانش عايز الموضوع يوصل للافوره دي او انهم يموتوا، وبيفضل الشبح يصوت في ودان تودو الحقيقي لحد ما تودو بيصحى وبيدوس فرامل بسرعه، والكل بيصحى على حادثه العربيه بتعملها وبتخبط في السور لولا ستر ربنا كان زمانهم واقعين من فوق جبل. وكيكو بتخش في حاله انهيار عصبي، ونامي بتنزل من العربيه وهي حاطه ايدها على بقها وبتطلع انها اتصابت هي كمان، وتودو بيتصل بالشرطه بسرعه علشان يبلغهم بالحادثه. وبالفعل الشرطه بتيجي وبتاخد البيانات وكل حاجه وبتقول لهم تصليح السور ده على حسابكم، وسبحان الله السور اتكسر بس العربيه بتفضل سليمه. اما الظابط فبيتصل بالحاجه بوكيكو علشان هي لسه كاسره وهي كانت سايقه العربيه، والشله بيوصلوا بنفس العربيه للمدينه بتاعتهم وبيركنوا على جنبه وبيلاقوا ان الحاجه بوكيكو موجود، واول ما بيشوفها بيلطشها بالقلم كده وبيطيرها في الهوا حرفيا. ده ولا جون سينا يا حاج بالقلم ده. ومن ساعه اليوم ده وحرفيا تودو والشله مش عارفين يوصلوا لكيكو ومش بترد عليهم مهما يرنوا او يبعتوا لها رسايل، وبيقرروا انهم يعملوا اجتماع علشان يشوفوا حل للموضوع ده، وبيتفقوا انهم يبعتوا تودو لبيت كيكو علشان يتكلم مع ابوها. وفي اليوم اللي بعد الصبح تودو بيروح لعند بيت كيكو والاب بيستقبله وبيروح يوديه لاوضه كيكو، وكيكو اول ما بتشوف تودو قدامها بتتصدم وبتفضل تزعق فيه وتقول له امشي وبتشيل ذنبه وانها كانت هتموت الكل وانها عيله معفنه ومهمله. وتودو بيحاول يخليها تهدى ويعرفها ان الحياه بتمشي عادي وان الحادثه دي مش اخر حاجه في الدنيا وان كلهم طلعوا منها سالمين الحمد لله. بس تقريبا كيكو بتتجنن وبتمسك المخده وبتفضل تشتم في تودو وتعايره بانه عبيط وانه كمان فاقد الذاكره، ولو كان فاقد الذاكره تاني كان هينساها ويروح يحب واحده غيرها. وبتقلب اكتر انسانه واقعه في الدنيا ومع ذلك مش عارفين ايه اللي مصبر تودو عليها، وبيروح ياخدها بالحضن ويطمنها انه هيفضل معاها للابد، وهي بتعرف انها شافت حلم بيسيبها فيه وبيروح يحب واحده غيرها وهو بيضحك علشان هي عامله الدراما دي كلها على حلم بس. وفجأة الحاج ابو كيكو بيدخل عليهم الأوضة وهم حاضنين بعض وبيبقى الموقف آخر إحراج، والحاج بيزود الطين بلة لما بيقول لتودو بكل برود قوم اعمل لي كيس الاندومي ده يلا يلا بسرعة. وكيكو من الصدمة بتروح تترمى على سريرها وتدعي ربنا ياخدها وخلاص علشان هي مش قادرة تستحمل قنابل الإحراج دي. وبعد كام يوم تودو بيروح يلتقي بشلة نادي الاحتفالات في مكان زي الكافيه كده، وشكلهم قاعدين قعدة عرب لكن الدنيا هناك بتبقى غريبة، وبيستقبلوا استقبال غريب وبيفضلوا يواسوه ويقولوا له ان دي مش نهاية العالم والدنيا بتعدي وخلاص خيرها في غيرها، وان مش معنى انك انفصلت عن كيكو انكم ما تبقوش اصحاب برضه. وتودو مش بيبقى فاهم ايه الهبل اللي هما بيقولوه ده. وفجأة كمان بيلاقوا كيكو جت هي كمان وبيفضلوا يقولوا ليها نفس الكلام وانها عادت صاحب تودو برضه بس بعد ما انفصلوا، وبيفضلوا يزغرطوا حاجات غريبة وفي الاخر تودو بيزعق فيهم ويعرفهم انهم ما انفصلوش ولا حاجة. وبيطلع ان الاستاذ كوشي كان فاكر ان عشان كيكو وتودو ما كانوش بيتكلموا طول الاجازة ده معناه انهم انفصلوا وبقى اعضاء النادي بيمسحوا بيه البلاط. وبعد شوية ليندا كمان بتيجي وبتقعد مع كيكو وتودو وبتفضل تحكي معاهم وتعرف تودو ان العيال في مدرسة الثانوي عاملين لم شم وعازمينهم ونفسهم يشوفوه، وده علشان يطمنوا عليه بعد الحادثة اللي اتعرض لها وفقد ذاكرته. وكيكو بتوافق بالنيابة عن تودو اصلا وبتصمم انه يروح لم الشمل ده علشان يجتمع باصحابه وان ده هيبقى احسن ليه. بعدها بنشوف ميشو وساتو وهم قاعدين في كافيه، وميشو بيسأل ساتو اذا كان يعرف مدرسة ليندا الثانوية علشان شاكك انها كانت ساكنة جنب تودو وهو غيران عليها وبيحبها، بس ساتو بيفهمه انه ما يعرفش حاجة غير ان تودو تقريبا واقع على دماغه وانه كمان متصاب ومش فاكر حاجة. وكيكو بتيجي في نص القعدة دي جنبهم وبتطلب ايس كريم، وميشو بيسألها اذا كان حوار تودو ده صح وهي بتعمل نفسها من بينها ومش فاهمة هو بيقول ايه وبتخبي على حوار ان تودو فقد الذاكرة اصلا. وبيعدي كام يوم وكيكو بتروح بيت تودو من غير ما تستأذنه لانه اصلا مش موجود في طوكيو، ده مسافر لبيت اهله بس هي مشتاقة ليه جدا. وبتفضل تعيط في البيت وتعمل حركات غريبة لحد ما نانا بتدخل عليها البيت وتقول لها الحركات دي عظيمة تنفع تعملها في مؤتمرات الماسونية، وبتفضل تتنمر عليها وتقترح انها تيجي عندها الديسكو تعمل على المسرح هتجيب صريخ ضحك فعلا. وبنشوف على الناحية التانية ليندا وهي رايحة بيت أهل تودو مع أخوها واللي طلع من هجوم العمالقة، وبيفضل يعيط على تودو ويحمد ربنا إنه كويس، وتودو أصلا مش فاكر مين الراجل ده من الأساس. وليندا بتخلي أخوها يمشي من كتر الإحراج وبتاخد تودو لحفلة لم الشمل بتاع الثانوي اللي حكيت له عنها،
وهو بيبقى متوتر جدا من انه يقابل اصحابه القدامى لانه مش فاكر بصراحة اي حد منهم اصلا. بس في النهاية بيطلعوا ناس طيبين جدا وبيستقبلوه احسن استقبال وبيدوه تيشيرت عليه اسمه وبيروحوا يحجزوا معاه ملعب كورة وبيلعبوا لعبة غريبة هناك وبيضربوا فيها بعض بالكرة على وشوش بعض واللي بيموت بيخسر اساسا. وتودو بيستغل الفرصة وبيقوم ضارب ليندا في وشها بالكرة ولا كأنها محاولة قتل مع سبق الإصرار وهي بتنتقم منه وكانت شوية وهتخليه يفقد حياته مش الذاكرة بس. وعلى آخر اليوم الكل بيتجمع وبيحتفل تودو وبيستمتع بوقته جدا وبيشكر ليندا إنها قالت له يجي وبيبقى ماشي معاها قريب من الجسر اللي وقع منه وفقد الذاكرة. ولما بيروح هناك فجأة الدنيا بتتقلب ضباب وبيشوف شبح وهو واقف على الجسر وبيعمل الحادثة وبيحاول ينقذه بس مش بيعرف وبيكون الوضع غريب وبيبدأ تودو يشوف هلاوس وقتها. ومن بعد اللي حصل ده تودو بيجري على الدكتور النفسي وبيحكي له كل اللي حصل ده والدكتور طبعا بيبقى زي اي دكتور عارفينه وبيقول له لما تبقى تتجنن في دماغك وتهلوس يبقى خد المسكن اللي انا هكتب لك عليه ده. وتودو بيروح بيته وهو مكسور الخاطر وهناك امه بتديله خاتم دهب وبتقول له بقديه لحبيبتك هديه. وتودو بيفرح جدا وبيسافر لطوكيو مرة تانية وبيلاقي كيكو قدامه وبتجري عليه علشان تحضنه بس بيجي ساتو وميشو ونامي بيحضنوا بدلها وبيمسكوا فيه وهي بتروح تنزل فيهم ضربة علشان يبعدوا عنه لانه بوظوا اللحظة الرومانسية اللي هي مستنياها من زمان. وفي الاخر الشلة بيتجمعوا علشان يروحوا مطعم واثناء ما تودو وميشو رايحين يجيبوا الاكل ميشو بيعترف لتودو انه وقع في حب ليندا لكنه حب من طرف واحد وتودو بيعرفوا انه شافه هو والشلة وهم رايحين مطعم مع ليندا وافتكر انهم اصلا بيتوعدوا من زمان بس طلعت ليندا اصلا مش معبرة مشى فتودو بيقترح عليه انهم يروحوا نادي الاحتفالات علشان يشوف ليندا هناك وبالفعل بيعمل كده بس ليندا اول ما بتلمح ميشو بتلوي بوزها وبتدي اشاره لتودو بعد التدريب انه يكلمها على انفراد وبتروح تمسح بالبلاط وتضربه لانه خلى ميشو يجي معاه التدريب وهي اصلا مش بتحبه ولا بتحب الفتره دي اساسا وبتسمعه كل الشتايم الموجوده في القاموس فبتيجي نامي تقطع وصلة الشتايم دي وبتبقى عايزه تكلم تودو وحدهم وليندا بتمشي وفجأة بتفضل تشتم تودو وتقول له عيب تسيب حبيبتك وتقعد تحكي مع ليندا خصوصا انك عارف ان ميشو بيحب ليندا اصلا وشكلك راجل خاين. وتودو بيحاول يفهمها بكل الطرق انها عبيطه وفاهمه الموضوع ده غلط وهو اصلا بيساعدهم بس هي دماغها دماغ حمار. وتودو يعني بيروح يقول لكيكو على الهبل اللي نامي قالته ليه وانها عبيطه وفهمت الموضوع غلط وكيكو طيبت بخاطره بس بتيجي لتوتو فكره ان ده الوقت المناسب اللي يقدر يديها في الختم اللي امه عطته ليه وبيروح يدور عليها بسرعه في الشنطه وبيفضل يندب حظه الفقري لانه نسى الختم اصلا وضيع فرصه عمره. وتاني يوم في الكليه بيبقى قاعد مع الشله وميشو شغال يصيح للشباب انه مش عارف يقرب من ليندا خالص وكل ما يحاول يكلمها بيجي كوشو رئيس نادي الاحتفالات يخليها تبعد عنه باي طريقه حرفيا. ولما كيكو وتودو بيروحوا النادي بيلاحظوا ده فعلا ولا كأن كوشو عايز ليندا لنفسه بس. وبيعدي كام يوم وبيحصل مهرجان في طوكيو ونادي الاحتفالات بيرقص رقصة اللامؤاخذة العو في الشارع والدنيا بتبقى زي الفل لحد ما فجأة تودو بترجع له كل ذكرياته وكون اخر حاجة فاكرها هو انه مستني ليندا عند الجسر. فايه اللي جابه بقى للزفة اللي بتحصل دي وبيتخض وبيفضل يصرخ زي المجنون في الشارع وبيجري وكيكو وليندا بيسيبوا الرقصة وبيجروا وراه وهو بيكون قاعد تحت حيطة الغلبان ومنهار وليندا بتيجي تسأله مالك وهو مش عارف اصلا ايه اللي بيحصل ليه وشبه مش فاكر مين كيكو دي اصلا. وبيرجع تودو لبيته وبيحاول ينام بعد اللي حصل ده كله بس مش بيعرف وبيبقى خايف من فكرة ان ذكرياته ترجع له كاملة تاني وده من بعد ما خلاص كون حياته جديدة وقصة حب مع كيكو وبيخرج تاني يوم مع كيكو في ديت وهناك بيحكي لها عن مخاوفه وانه مش عايز يتجنن او تحصل له حاجة تخلي كل الناس تنساه وكيكو بتطمنه انها هتفضل جنبه وبتقترح على انه يلم الشلة كلها ويعزمهم على مشاوي في بيته. وبالفعل في الكلية بيعزمهم وبمفهوم نام اللي عاملة فيها شرطية الخيانة وبيقول لها تعالى العصر كده البيت هناكل لحمة وفراخ هناك. وتودو بيلاقي بعدين ان نامي اول واحدة جت لحفلة المشاوي ونامي بتفهم ان قصدها تيجي بدري وبتصرحوا بحقيقة مشاعرها وانها مش عاملة نفسها شرطية الخيانة ولا حاجة هي بس غيرانة من ليندا لان ميشو بيحبها وهي اكتشفت انها بتحب ميشو مؤخرا بس ده بعد فوات الاوان ويا ريتها قبلت من الاول اعترافه بالحب وبتمسك الكاميرا وبتطلب من تودو انه يصوروا بيها. وفجأة تودو بيرجع له ذكرياته القديمة تاني وبيفضل يصوت زي العيال ونامي بتلطشه بالقلم علشان يفوق وهو ولا في الدنيا ده اصلا وبيفضل يتجنن اكتر وبيهرب بره البيت وبيطير في الشارع وميشو بيشوفه وبيحاول يوقفه ومش بيعرف فبيتصل بستو علشان يستناه في مكانه وبيقوم نطحه في راسه زي الطور كده وبيكسر له مناخيره واخيرا تودو بيرجع لوعيه وبيشرح لهم ان حالته الذهنيه مش مستقره دلوقتي خلاص ومش عارف يتعايش اطلاقا. وتاني يوم في الجامعه تودو بيسال نامي عن كيكو واذا كانت سالت عليه ونامي بتقول لها ان كيكو عرفت انه هرب وما عملتش حاجه وكملت اكل عارفه. بيقرر تودو ان ياخد الكاميرا بتاعت نامي ويسجل فيها كل ذكرياته الحاليه علشان لو رجع نساها من تاني. وبيخلص وبيخرج من الجامعه وبيلاقي كيكو في وشه اللي بتصدمه وبتقول له انها مش عايزه تكمل مع واحد مجنون زيه تاني وهي اصلا كانت جايه الكليه دي علشان ميشو بتسيبه وبتمشي. وتودو مش بيستوعب الصدمه وبيفتكر ان كيكو عامله فيه كذبه ابريل ولا حاجه وهترجع تاني بس مش بترجع للاسف.
وهو بيفضل ماشي في الشارع وبيتطوح من الصدمة وبيقابل أبوها بعربيته، وأبوها بيوصله البيت، وتودو بيبقى فاكر إن أبوها هو السبب ورا كل ده، وإنه مش عايزهم يكملوا مع بعض أو حاجة، بس أبوها بيعرفه إن القرار مش بتاعه إطلاقا، وإنه شاف البرشام المسكن المهدئات اللي بياخدها لما كان بيتفتش في أكياس الزبالة بتاعته، أصل كيكو مريضة زي ما احنا عارفين. وتودو بيقرر يروح الجامعة تاني يوم ويعتذر من كيكو إن مجراش وراها ولا استفسر عن اللي حصل، لكنه بيلاقي كيكو قدامه وبتعامله وبتضحك عادي في وشه وبتعتذر عن اللي حصل امبارح وإنها بعتت أبوها مخصوص يوصله لبيته. وتودو خلاص بيتقبل ده وبيرجع يعيش حياته عادي مع كيكو، وبيقعد معاها في كافيتيريا الجامعة مع الشلة لحد ما فجأة كيكو بتقول لهم إنها هي وتودو انفصلوا وانهم بقوا مجرد اصحاب دلوقتي، وتودو بيقف يزعق في النص وبيقول لها ايه العبط اللي انت بتقوليه ده، وهي بتعرفه انها انفصلت عنه وهترمي مشاعرها اتجاهه في الزباله، بس عايزه يبقوا اصحاب عادي، وانها مش مهتمه بربع جنيه للكليه دي وهتمشي ومش مهتمه للذكريات اللي حصلت هنا وبتسيبهم وتغور لبعيد. ونامي بتمسك تودو وبتوريه الكاميرا بتاعتها وبتشرح له ان كيكو شافت تسجيلات الكاميرا لما اتجنن وهرب من البيت، وتودو بيفهم ان كيكو مش عايزه توعد مريض، وبيروح لعند نادي الاحتفالات وهناك بيقول لليندا على اللي حصل، وليندا بتزعق فيه وبتقول له ايه البرود اللي فيك ده، وهو بيزعق فيها وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما مشوا بيجي وبيشوفهم هما ماسكين في شعور بعض كده. وتودو بيقول حقيقة انه عابته وفقد الذاكرة وقريب ذكرياته كلها هترجع وهينسى كل الناس دي ومش هيفتكر حد غير ليندا، وبيعتذر ليها انه ما قالش من البداية اصلا. وكيكو بتدخل بعدها وبتقدم استقالتها في ورق الرئيس النادي كوشو، بس تودو بياخدها منها وبيجري وراها في الشارع وبيزعق فيها ويعرفها انه مش لازم تسيب النادي علشان هو مجرد فيه، لانها كانت مبسوطه وبيفهمها انه عارف انها عايزه تنفصل عنه، وده علشان كده كده هيجي يوم ويفقد الذاكره الحاليه ويرجع تودو القديم قبل ما يعمل الحادثه. وبيكونوا متفهمين الوضع وبيتفقوا هما الاتنين انهم يبقوا اصحاب، لكن تودو فضل فاكرها فهي هترجع حبيبته من تاني. وخلاص كده كيكو بترجع في كلامها ومش هتستقل من نادي الاحتفالات، وليندا بتعرف تودو ان ميشو هرب هو كمان اول ما عرف الحوار ده، وان تودو كان مخبي انه فقد الذاكره وبيتقمص من تودو وبيختفي، وعلشان كده كيكو بتخزوق ميشو وبتقوله انها محتاجه يساعدها في مشوار، وبتخليه يقابل تودو في الشارع علشان يصلحوا الامور ما بينهم، بس فجأة تودو بترجع له ذكرياته القديمة ومش بيبقى فاكر هما مين الاتنين اللي قدامه دول، وبيفضل يصرخ في الشارع ويبكي زي المجنون وينادي على ليندا، وليندا بتلحقه لانها طلعت بتراقبه طول الفترة دي لان دماغها بايظة، وبتجيب تاكسي وبتروحوا لبيته وهو بيشوف كيكو وهي بتعيط في الشارع عليه وبيبقى عايز ينزل يعني يحبكت يا استاذ افكارك ترجع لك دلوقتي، وبيروح تودو لبيته وبيقعد تحت المراقبه، لكن بيتصل بامه وبيقول لها تيجي تاخده خلاص من هنا لانه هيرجع لبيته في الريف، وبيكمل اليوم عادي وبيروح يرقص رقصه العوم مع بقيه زمايله وهو عارف ان ده اخر مره هيفكرهم فيها وهيفقد ذاكرته على طول، وده اللي خلاه ياخد قرار انه يرجع بيت اهله من تاني. وبعد ما بيخلص رقصة العو بتكون ذاكرته الحالية اختفت نهائي، وبيرجع مع أمه وليندا للبيت في الريف وبيقضي هناك حياته، لكنه بيقرر يدون أسماء وشخصيات وملاحظات كل الناس اللي قابلهم بما فيهم كيكو، وبيبقى عنده فضول يعرف شكلها ايه لأنه مش كاتب عنها معلومة غير إنها كانت حبيبته وسابته. وبتمر الأيام وبيجي يوم العيد وعمنا تودو بيبقى قاعد مع ليندا وبيسألها هو أهلهم عملوا كعك العيد ولا لسه، وبيفضل يهزر معاها لانه كده كده بيحبها من زمان، الا وفجأة باب البيت بيخبط وبيطلع انها كيكو وهو طبعا مش فاكر مين دي، فبيخمن انها نامي، وكيكو مش بتعلق ولا بتصحح له لكنها بتديله هديه وبتمشي، وفي الهديه دي بتكون المرايه اللي كانت عاطيها له قبل كده اول ما اتعرفوا على بعض، وسبحان الله المرايه دي بتخلي ذكريات كيكو كلها ترجع، وبيروح يجري وراها زي العبيط لحد ما بيوصل للجسر اللي فقد عنده ذكرياته، وبيلاقي كيكو واقفه هناك وبيناديها باسمها، وكيكو بتعيط من الصدمه انه افتكرها، وبياخده بعضه بالاحضان وبيديها اخيرا الخاتم الفقري اللي بقاله 20 حلقه، وفعلا بيعمل كده وبيتجوزوا بعدها وبيعيشوا في تبات ونبات. فلو وصلت لهنا عاوزك تعمل لايك رايق زيك كده وتشترك في القناه، والاهم من ده كله انك تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تكتب لي كومنت رايق زيك كده تقترح علينا ايه الانميات اللي انت محتاج نلخصها في الايام اللي جايه، وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.